الاتنين الشباب دول اصحاب وولاد عمي، من اكتر الشباب اللي انا شفتهم مكافحين في حياتهم بجد. وهم بدأوا اول مشروع ليهم في بركة السبع في المنوفية من 2 أو 3 سنين تقريبا، وفتحوا مطعم صغير على قدهم. وطبعا الدنيا اول ما فتحت كده ما كانتش مظبوطة معاهم قوي، وطبعا لان كل واحد فيهم متجوز وعنده التزامات، قرروا ان هم يبيعوا بمكسب قليل وجودة عالية، وربنا كرمهم علشان اتقوا ربنا في الناس وفي الاكل اللي هم بيعملوه، وفتحوا فرع تاني في قوسنا في المنوفية في شارع الجيش، والمكان اسمه مكسيكان وبعد المركز بشوية جنب فرع وي بالظبط، وعاملين عروض جامدة جدا يوم الافتتاح. المكان ده يا جدعان يوم الافتتاح عامل اي كريبايه سعرها 40 جنيه ما عدا الكريب العملاق. ومش بس كده، لا ده كمان عاملين عروض حلوه قوي على كل البيتزات اللي عندهم. وتعالوا اقول لكم على اسعارهم بجد اللي انتم مش هتلاقوها في اي مكان تاني. هتلاقوا في المنيو كل حاجه تقريبا. انا طلبت شويه حاجات كده من المنيو، فتعالوا نجربها مع بعض. جربت اول حاجه البيتزا اللي كانت ميكس دجاج وكان سعرها 75 جنيه، يوم الافتتاح هيبقى سعرها 65 جنيه، يوم الافتتاح اللي هو 30/5. بتمنى الكميات اللي انا شفتها بجد في البيتزا تبقى موجوده لاي حد يروح يشتري من